قال لي كذا واحد الراجل رجع للدار من الخدمة ولقى مراتو كتبكي وكتهز في حوايجها. هو يقول ليها مالك يا هاد المرا فين غادا؟ قالت ليه انت طلقتيني. قال لها كيفاش طلقتك وانا عاد داخل الدار؟ هي تقول ليه انت صيفط لي ميساج وقلت لي انت طالق. قال لها صبري راه تليفوني تسرق ليا، ري لي تليفونك. وعطاتو التليفون وهو يعيط للشفار وقال ليه اسرقت التليفون ما قلنا والو، ولكن صيفط ميساج لمرتي وتقول لي راك مطلقه ما حشمتيش. ويجاوبو الشفار قال لي والله يا خويا بلاتني بالميساجات من الصباح ويا فينك علاش عطلتي؟ اجيب معاك ليكوش وما تنساش الخبز والحليب، اجيب معاك البطاطا وما تنساش المرضى، البوطاسيلات يجيب معاك الولاد من المدرسه. انا حسيت بك وبقيتي فيا بزاف وطلقتها لك. قال لي كذا واحد البوليسي شد باه حرق الضوء الاحمر وقال ليه الوالد اطلع داك الوراق على الخدمه وما غاديش نعقل عليك، انا دابا راه راجل قانوني. هو يجاوبو باه وبكل بروده وقال لي وانا راجل امك يا ولد العوجه والعشيه قلب فين تبات الله يتبعك البلا. قال لك في اوروبا ملي كيدخل الراجل لدارو وكيلقى مراتو كتبكي كيمسح لها دموعها وكيقول لها ملي كتبكي كتكوني زوينه، ولكن ملي كتكوني مبتسمه كتولي اجمل مرا في هذا العالم. ايوا وكتبتسم المرا وكيخرجوا يتعشاو على برا. وفي المغرب ملي كيدخل الراجل لدارو وكيلقى مراتو كتبكي كيقول ليها ويا هاد المخلوقه علاش كتبكي؟ عاوتاني يقول لها يا امي انت على زهري العوج ويسكت. ومن بعد كيبدا يحقق فيها مزيان ويقول لها ملي كتبكي كتعودي تشبهي على الخوك المعطي هاو كتبتسم المرا، وكيقول له ملي كتضحكي كتولي تشبهي على رباك الحاج بوعزه هاو كتنفجر المرا بالضحكو وكتنوض عجل مسمانو هو كيعمر اتاي وكتعمر فرحه في البيت. قال لي كذا واحد السيد ما كيحملش مراتو وديما كيهضر عليها بالخايب مع صحابو، وملي ماتت مسكينه ولا كيمشي يوميا لقبرها وكيبكي. واحد النهار هو يلقى واحد من صحابو جالس كيبكي على قبرها، هو يقول ليه ياك انت ديما كنتي كتقول لينا ما كتحملهاش، انا بعدا جاتني عجب ملي شتي كتبكي عليها دابا. هو يقول ليه لا يا صاحبي راه كنبكي على حيت كيقولوا بلي البكا كيعذب الميت في قبره. وقبل ما تكملوا الفيديو ما تنساوش كيف ما العاده اخوتي ديروا ديك جيم الفيديو وخليو ليا شي تعليق زوين وعباش كتدعموني وصاف. واش عرفتوا علاش ديك البنت الخفيفه دغيا كتزوجوا وديك البنت المعقوله كتبقى في الدار؟ حيت ديك البنت الداسره الناس ديما فين ما كتشوفها كتقول الله يسر وكيسرها ربي وكيزوجها، وديك البنت اللي كتكون مثبته ومعقوله الناس كيقولوا عليها الله يخليها لوالديها وكتبقى مع والديها. ايوا هذا ما كان وانتوما تعرفوا. قال لي كذا واحد المعلم سول واحد تلميذ مكلخ قال ليه هذا باباك إلا عطى لخوك 50 درهم وقال ليه جيب لي قالب ديال السكر شحال غادي يرجع لي ديال الصرف؟ هو يجاوبو التلميذ قال لي ما غادي يرجع لي والو. هو يقول ليه المعلم انت كسول وما كتعرفش الحساب. هو رد عليه التلميذ قال ليه ورا انت اللي ما كتعرفش خويا استاذ. قالت ليه اجي نلعبو غميضو ولا لقيتك نتزوجو. ايوا وقال لك من داك النهار اما بان عليه لا خبر ولا اثار. وإلا كنت يا وليدي كتشوف هذا الفيديو
غير رجع راه تزوجات. قال لك هذا واحد الراجل كان ساهي وكيفكر شويه وهو يتلفت جات مراته ولقى حتى هي جالسه كتخمم. هو يقول ليها فاش كتفكري؟ قالت ليه هذاك الشيء اللي كتفكر فيه انت كنفكر فيه حتى انا. هو يجبد معاه بواحد التصرفيقه تبان لها البرق وقال لها كنتي يا بنت الحرام كتفكري تزوجي عليا. قال لك هذا واحد المقرقب مشى عند الدروكري، هو يكري من عنده واحد السلم طويل وحطوا عليه واحد العماره عاليه وما عندهاش الدروج ديال السطح. المهم طلعوا وبدا كيغوت وكيقول واه على مناظر والروعه، وما يتجمعوا الناس لتحتو وهو يهبط عندهم وقال لهم اللي بغى يطلع يتمنظر يعطي درهم. ايوا وبداو الناس يطلعوا وعمر السطح هو يحيد السلم وقال لهم دابا اللي بغى يهبط 5 دراهم. قال لك هذا واحد الكازاوي مريض بالسمنه مشى عند الطبيب، هو يقول ليه الطبيب خاصك تمشي على الاقل 5 كيلومتر في النهار. وداز واحد السيمانه وهو يتصل بالطبيب وقال ليه انا راه في القرقيره السي الطبيب، واش نرجع ولا نكمل الطريق؟ قال لك هذا واحد الدري مده دي ما شاف واحد صاحبه وقال مع راسو والله حتى نمشي نسول عليه. مشى لدارهم وبدا كيدق وهي تخرج لامو وسولها، هي تقول ليه واش غنقول لك اوليدي راه من داك النهار ملي سخرنا يجيب اللحم ما رجع. هو يقول ليها ايوا وشنو درتو؟ هي تقول ليه درنا الدجاجه وليدي. قال لك هذه واحد المراه رجعت من واحد العرس متاخره بالليل وهي تحل الباب ودخلت عاب شويه ومشات لبيت النعاسو وهي تلقى جوج ناعسين وهي تمشي جابت العصا ديال الكراطه وبدات تقعد عليهم بها هاك بالك هاك بالك حتى بردات فيهم الغضيض. وهي تمشي للكوزينه باش تشرب وهي تلقى راجله جالس على الكرسي وكيقرا في واحد المجله. هو يقول لها حبيبه جيتي، المهم راه جاو والديك اليوم عندنا وعطيتهم بيت النعاس ديالنا باش ينعسوا فيها، واش سلمتي عليهم؟ والى هنا قد سلينا حلقات اليوم، وإلا عجبكم الفيديو وضحكتوا شويه ما تنساوش ديروا لي ديك جيم الفيديو وتخليو لي شي تعليق زوين وديروا ابوني للقناه باش يبقى يوصلكم كل جديد ودوزوا بخير. اوروفوار.